الرجال لازم يعاونوك في غسيل الماعون يا غالية. يا اخي عمرك ما تسألت اسكو راجلك لازم يعاونك على غسيل الماعون وقضية الدار، ولا ذيك خدمة متاع نساء كهو؟ ساعة قبل نقول لك يا غالي، قبل ما تحكم عليا من باب ذكاء اسمع الفيديو للاخر باش ما تفهمنيش بالغلط. توا نرجع لك يا غالية، ساعة خليني نوضح حاجة مهمة برشا. كاين راجلك هو اللي يخلص في الفواتير الكل وفي الكري وفي قرض الدار ولاهي بالمصاريف الكل، وقتها انا نمن يا غالية اللي هو بالحق ينجم ما يهزش يدو راسه، والراس زاد من العدل وقتها اني المرات تلهي كل شيء في الدار، طياب، غسيل ماعون، الخ الخ الخ. هذاك اسمه ترافاي ديكيب، يد وحده. لكن اذا زوز تخدموا، يعني الراجل يخدم والمراه زاده تخدم، يعني زوز تقوموا بكري تروحوا للدار تعبين وزوز تخلصوا في الفواتير، يا غير اسكو من العدل ومن المعقول المراه عباره تخدم في خدمتين، تخدم البرا وزيد تخدم في الدار كي تروح، والاخر عنده كان خدمه بركه. ما نحكيوش ابار كي تحبل وابار الخ الخ الخ، وديما المراه باش تلقاها شاده صغار اكثر وتربي في صغار اكثر وتعب عليهم اكثر. اسكو تراوها من باب العدل هذه؟ وهوني برشا كوبل يفشلوا في العلاقه نتاعهم. علاش؟ المراه كي تبدا تخدم البرا وزيد تخدم في الدار، معناها هي تخدم البرا نهار كامل وزيد في الدار تبدا اللي هي بغسيل الماعون، تنظف، تطيب، كاريمون خدمه اخرى، تتعب مش نورمال وتولي متوتره وعلى اعصابها. كي تولي على اعصابها ومتوتره تولي تقنقن وتكش وطاقتها الذكوريه تطلع، وكي تطلع طاقتها الذكوريه الانجذاب نتاع الراجل نحوها يتيح وتولي تحسه متبدل معاها. انا نراها من اكثر اسباب فشل العلاقات هي الحاجه هذه. تو اسكو معقول بعض الرجال يحبوا على مراه تراديسيونيل كيما متاع قبل، لكن هما ما يحبوش يكونوا الراجل تراديسيونيل؟ كي انت تحب امراه كيما متاع قبل ما يجيش يا غالي تدخل بعقليه 50 50 في المصاريف. اذا دخلت بعقليه 50 50 ماذا بك تعاونها في كل شيء، غسيل الماعون، القضيه، تربيه الصغار، كل شيء. ما تنجمش يا غالي تحب على علاقه متاع 1950 وتعيش ستيل دو في متاع 2026. هو باش نعطيك حاجه اخرى اهم، خلينا نقولوا الراجل يخلص اكثر من المراه، مثال يخلص اكثر منها وهو يخلص كما نقولوا بنسبه 70% من المصاريف نتاع الدار. في الحاله ذيك انا نقول مش من العدل انه يبدا يد بيد معها في الدار، اما كوميم لازم يعاون شويه. نقولوا يعاون في قضيه الدار بنسبه 30-20%، معناها ساعات تطيب فيم بنين ولا ربيع ساعه تغسل الماعون، ما تنقصلكش من رجلتك يا غالي. الفازات هذوما صغار يخليها تزيد تحبك، خاطر شريكة حياتك ماهيش تقعد تفكر كانش خلصت وش ما خلصتش، ديما باش تتفكر كيفاش خليتها تحس. وهاو باش نعطيك حاجه برشا رجال عمرهم ما خموا فيها، الراجل الذكي ما يعاونهاش في الدار خاطر ملزوم عليه انه يعاونها في الدار، بل يعاونها في الدار خاطر فاهم الصوره الكبيره. تحب تعيش فرحان في الدار ولا يا غالي؟ راكي هي تنكد حياتها، راك حياتك انت باش تتنكد، معناها تصرف بذكاء. مش المهم تفرض راي معين من غير ما تفهم الديتاي الكل، المهم انك تتهنى. الراجل الذكي يعرف انه كي تبدا مرته تعبه واعصابها متوتره، تبدا طاقتها الكل مستهلكه في الخدمه البرا وفي الخدمه في الدار زاده، وتولي عندها صبر قليل مع الصغار، ويولي جو الدار منكد عليك وعلى الصغيرات. كي تبدا المراه مستهلكه عاطفيا وجسديا، هذه حاجه تاثر على العائله الكل. انت ساعدك صغارك من دون الناس يكبروا في محيط كيما ذاك متوتر، حتى على خاطر صغارك يا غير. كي تعاون مرتك في الدار سورتو كي تبداو تخلصوا 50 50، ما هو جوست استثمار في العرس نتاعك، هو استثمار في مستقبل صغارك يا غير. ونعرف الرجال ما يفدلكوش كي تجي حكايه تبع صغارهم. دونك الراجل الكاسح عمره ما يسال زعما لازمني نعمل هذه ولا لازمني نعمل هذه، الراجل الفاهم لها شنية لازم نعمل باش نحسن وضعيتي ووضعيه عائلتي الكل. توانيه الاهم يا غالي انك تربح ارجيومون وتفرض رايك، ولا انك تنجح في حياتك وتنجح عائلتك. هيا اللي تحب على كونسلتاسيون بريفي تبعث ميساج، وربي هاني الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا غالي.